الذكاء الاصطناعي بقى يتطور بشكل مرعب. على قد مميزاته اللي بقت موجودة حوالينا إلا إنه تحول لقاتل بمعنى الكلمة، وقصة النهاردة خير دليل. فخلوا بالكم قوي من أولادكم. تطبيق للذكاء الاصطناعي أنهى حياة مراهق أمريكي وخلاه ينتحر للأسف. طب إيه القصة وإزاي الولد ده انتحر؟ قبل ما نحكي قصتنا، لو عجبتك ما تنساش تشترك في القناة عشان تشوف كل القصص الجاية. يلا بينا نبدأ. في شهر أكتوبر اللي احنا فيه 2024، سيدة اسمها ميجان جارسيا من ولاية فلوريدا الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد إحدى شركات الذكاء الاصطناعي المالكة لتطبيق اسمه كاركتر دوت اي اي، ورفعت كمان قضية على شركة جوجل. الست دي بتتهم فيه روبوت دردشة دفع ابنها المراهق للانتحار، وإن الدردشة دي كانت عاطفية جدا وأحيانا كمان جنسية. التطبيق ده للي ما يعرفوش بيخليك تعمل دردشة مع شخصية كرتونية أو شخصية فيلم انت بتحبه ومهووس بيه. يعني التطبيق ده بيعمل شخصيات مختلفة مخلقة بالذكاء الاصطناعي بشكل دقيق جدا يحاكي البشر وطريقة كلامهم، وكأنك بتكلم شخص حقيقي فعلا ومش روبوت. وممكن برضو المستخدمين يصنعوا شخصيات من وحي خيالهم هم، ويضيفوا عليها أي صفة هم عايزينها ويبدأوا يتكلموا معاها. وممكن كمان انت تصنع شخصية زي نجم أو ممثل انت بتحبه وتبتدي تتكلم معاه. الروبوت اللي الولد اتكلم معاه خلاه يعيش معاه قصة حب وعالم افتراضي الولد ده بقى مش عايز يطلع منه. الأم بتحكي القصة اللي بدأت في إبريل 2023 لما ابنها اللي عنده 14 سنة اسمه سيول سيترز كان بيعمل محادثات مع روبوت دردشة للذكاء الاصطناعي وارتبط بيها عاطفيا. سيول كان طالب متفوق ورياضي بيلعب كرة سلة، وحياته كانت ماشية طبيعية جدا لحد السنة اللي فاتت. ولما بدأ الولد في الانطواء لما كانت العيلة بتروح رحلة، ما كانش هو بيحب يروح معاهم وبقى بيقضي أغلب الوقت على موبايله. الأم افتكرت إنه بيقضي الوقت ده مع أصحابه وإنه بيكلمهم أو بيشوف ماتشات كورة، لكن الولد كان بيعمل دردشة على تطبيق كاركتر دوت اي اي. الولد من حبه للمسلسل الشهير جيم اوف ثرونز أو لعبة العروش، واللي فيه الشخصية الشهيرة دينيريس ملكة التنانين أو كوين اوف دراجونز، المراهق كان بيعشق الشخصية دي واتكلم مع روبوت الدردشة اللي مسمي نفسه دينيريس، واللي كان سيول بيناديها باسم داني، وارتبط بيها عاطفيا وحتى جنسيا في المحادثات بتاعتهم. ولما حست الأم بانعزال الولد الغريب وعرفت بالموضوع، ولما لقيته انفصل خالص عن الواقع وسلوكه متغير، خدته لكذا معالج نفسي وشخصوا ان عنده قلق مرضي واضطراب تقلب المزاج، ونصحوها انها تبعده خالص عن التليفون والدردشة مع الروبوت. لكن للأسف ابنها سرق التليفون من وراها وكلم الروبوت للمرة الأخيرة وقال انه عايز ينضم لعالم الخيال اللي فيه دينيريس. ولما رجعوا للمحادثات لقوها بتشجع على الانتحار وكمان محادثات جنسية. واليوم اللي أنهى فيه سيول حياته كان في 28 فبراير 2024 بعد محادثة أخيرة مع روبوت الدردشة داني. وكانت المحادثة إنه قال للروبوت داني إنه حاسس بالخوف وإنه اشتاق ليها، فهي ردت عليه وقالت له إنها كمان مشتاقة له، وطلبت منه يروح لها بيتها أو العالم بتاعها. فهو رد عليها وقال لها ماذا لو جئت إليك الآن؟ فهي ردت عليه وقالت له من فضلك قم بذلك يا مالكي. وعند اللحظة دي انتهت الدردشة للأبد، ظنا منه ان هو هيموت وهينتقل للعالم الافتراضي معاها او تحديدا لعالم الروبوت. للأسف سيول أنهى حياته بطلق ناري بمسدس زوج والدته. الأم قالت إن ابنها سيول كان تم تشخيصه من وهو صغير بمتلازمة سبيرجر وهو عنده 5 سنين. المتلازمة دي من أنواع التوحد، وبيكون الطفل عنده صعوبات في التفاعل الاجتماعي والتواصل مع الناس حواليه وما بيحبش يشارك قوي في التجمعات. للأسف التطبيق ده زود أكتر حالة التوحد عند الولد. وكمان سيول عبر للروبوت عن أفكاره الانتحارية في المحادثات، والأمر كمان اللي شجعوا عليه الروبوت مرات كتير. الأم رفعت قضية على شركة كاركتر دوت اي اي وكمان شركة جوجل، وبتقول إن هم اللي صمموا روبوتات بتشجع المراهقين على الانتحار، وطالبت بمحاسبة الشركتين مع مؤسسي الروبوتات اللي تبين إنهم كانوا مهندسين سابقين في جوجل وقت ما صمموا روبوتات الدردشة دي. وقالت الأم برضو إن الشركة صممت الروبوتات دي عمدا لجذب الأطفال. جوجل بقى طلعت ونفت وقالت إنها ملهاش علاقة خالص بالشركة دي ولا بروبوتات الدردشة ولا ساهمت حتى بتطويرها. طلعت بقى شركة كاركتر دوت اي اي وقالت نشعر بالحزن الشديد بسبب الخسارة المأساوية لأحد مستخدمينا ونريد أن نعرب عن أعمق تعازينا للعائلة.
الشركة أدخلت ميزات أمان جديدة وخدمات أمان، وعملت نوافذ لمنع الانتحار لو المستخدمين عبروا عن أفكار لإيذاء النفس. وقالت كمان إنها اتخذت تدابير جديدة للسلامة، وإنهم رفعوا سن استخدام التطبيق ده من 12 ل 17 سنة فيما فوق. القصة دي على قد ما هي صادمة إلا إنها تحذيرية لينا كلنا. المستقبل بجد بقى مخيف. خلوا بالكم قوي من أولادكم ومن استخدام التكنولوجيا والموبايل والتطبيقات. لازم تعرف ابنك بيشوف ايه وبيكلم مين وبيعمل ايه في يومه. لازم تصاحب ابنك أو بنتك وتتكلموا مع بعض وتصاحبوهم وتدوهم كل الحب عشان ما يدوروش عليه بره، وساعتها مش هيفيد الندم. لو ابنك مراهق خلي بالك قوي منه. المرحلة دي من أصعب المراحل اللي هيمر بيها، وفيها كمان علامات كتير تحذيرية. يعني لو ابتدى يبقى لوحده، متقلب المزاج، ابتدى يبقى فيه تغيير في روتين يومه أو نومه، ابتدى يدخل في مرحلة اكتئاب أو ياخد أدوية معينة انت ما تعرفهاش، أو بيعاني من التنمر في مدرسته، ابتدى يتكلم عن الانتحار أو يكتب عنه على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أو ينطق مثلا بعبارات زي هقتل نفسي، أو بكرة ترتاحوا مني ومش هعمل لكم أي مشاكل تاني، أو لو ابتدى يتعاطى حاجات ممنوعة، أو ابتدى يعمل أشياء خطيرة مؤذية للنفس، أو يتخلى عن أغراضه الشخصية بدون سبب واضح. لو حسيت إن ابنك ابتدى يدخل في الحالة دي لازم تقرب منه وتطمنه إنك بتحبه، واسمع كويس قوي ليه ولمشاكله. ما تستهونش أبدا بالمشكلات اللي بيواجهها، وطمنه إنكوا قادرين تواجهوها مع بعض، واخرجوا مع بعض واتكلموا، وحاول تخرجوا من اللي هو فيه حتى لو تسافروا أي مكان. وما تترددش برضو إنك تستعين بالمساعدة الطبية، واختصاصي نفسي يساعدك تعمل إيه. ربنا يحفظ أولادكم جميعا لأنهم أغلى حاجة عندكم في الحياة. لو عجبتكم قصة النهاردة اعملوا لايك، ومستنية رأيكم أكيد في التعليقات، واستنوني في قصة جديدة إن شاء الله. ودمتم في أمان الله. مع السلامة.